جاءها الخبر بوفاة زوجها، صافي خلات يدها. قال في هذا العجل حق للورثة، هذا العجل ما بقاش ديالنا، في حق الورثة. سبحان الله. ايوا تيدير الخبز بعدا وتفني الراجل وكذا ونهضروا على لا 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 لا، هذا ماشي حق، هذا ظلم. هذا التعجل ان الناس كاز يموت، الناس يفسد، الناس يطلع العجين الا ليس الحق الورثة ولا ديون ربي. لان عندما يخرج الروح من الرجل اصبح ما ترك للورثة. ماشي واحد يقول لك وانا با قال لي، وانا ما كتبت لي، وانا خالي قال لي، وانا قابلت با كنهز ديك الساعه ملي كان مريض. ما درتي حاجه، درتي حاجه واجب عليك. على مادام انك هزيتي با ديال الناس كلهم، لا ماشي الحق، ماشي كلمه الحق. ربما كاع مثلا عندي 4 الاولاد ولا 5، ملي مرضت واحد اللي هزني، ولكن هادو مسخوطين، نقولوا مسخوطين، ما يسولوش فيا، ما يهزوني، ما يدوني للسبيطار، ما والو. ولكن هل لك الحق ان تمنعه من الارث؟ ليس لك حق. غير هذا الطبع ديال الطاعه، هذا الطبع ديال المسخوط. ولكن باش تحرمه ليس لك حق. لان مثلا الغرف وراو ولا غرف 4 يا 100 يقوم غرف يسيك يصفصف يسكرك مثلا لو الكوش يوصل طبيب يجيه الدواء كذا اللي تموت 4 كل ديك 6 سنين ما كيسولوا عليك 2 ولا 3 ولا ديك 6 سنين اللي تموت. الدون بدا 60 ودا ما كيقابل با، ما كيدرس كلشي يقابل با، وصل الحق. لان غير واحد خي قابل يوي الطبع الرضا ودغول هلا الوالدين يوي الطبع مسخوطين. ولكن عندما يموت الانسان لابد ان يقسم كل شيء. وكنعرفوا بان الميراث ما ترك الله عز وجل حتى لنبيه ان يقسمه، ما خلى حتى النبي قسمه بنفسه. يوصيكم الله في اولادكم. لان ملي كنقولوا الوالد في اللغه العربيه راه كنذكروا البنت والذكر، عا كيفصل للذكر مثل حظ الانثيين. ثم ذكر الثمن والربع السدس الكلاله، ثم قال وصيه من الله. خلاص ما عندنا مزيد حنا ولا نقصوا. وتقسم ربي الميراث وتجاوب النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ربي سبنز. يوصيكم الله الوصيه، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يعطي قطعه من النخل في المدينه الى ابنه. واحد الرجل، ولكن شوف المراه الصالحه، قال لك واحد الرجل في المدينه بغى يعطي واحد القطيع ديال النخل لولده. قالت له امراته، المراه ديالته المراه الصالحه، استشير النبي صلى الله عليه وسلم. سقسي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله راه بغيت نعطي واحد القطيع من النخيل كذا الى ابنه. قال له هل لك اولاد اخرين؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم لا تجعلني شاهد زور. واش عطيت له بحال هادشي كاع؟ قال له لا، غير هذا غير اعطيه. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. هذا هو اصل الحديث، اتقوا الله واعدلوا في اولادكم لا